رمضان الشهر اللي بنستناه من السنة للسنة، وهو ده الشهر اللي بنحاول نستغله افضل استغلال. والمشكلة ان في ناس كتير جدا بتكون حاسة انها مضغوطة بين الشغل او الدراسة والعبادات، ده غير طبعا وقت الصيام اللي بنكون كلنا فيه تعبانين. طب ازاي نوازن بين كل الحاجات دي، وكمان ازاي نستغل الشهر ده افضل استغلال من غير ما نأثر على اي جانب من جوانب حياتنا؟ عشان كده في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي تقدر توازن بين كل جوانب حياتك في شهر رمضان. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وبس كده يلا نبدأ الفيديو. اكبر غلطه كلنا بنعملها في رمضان وهي ان احنا بنسيب اليوم من غير ما نخطط له، يعني بنكون قايمين من النوم واحنا مش عارفين هنعمل ايه، عشان كده اليوم كله بيروح مننا. وعشان تحل المشكله دي لازم تخطط ليومك قبل ما تنام، وفي التخطيط لازم تركز على 3 حاجات اساسيه. اول حاجه الشغل او الدراسه، تاني حاجه العبادات ودي اهم حاجه لازم ان احنا نهتم بيها، تالت حاجه وهي الراحه، والراحه دي بتتضمن الوقت الفطار والسحور والاوقات اللي احنا مش بنعمل فيها اي حاجه. وده مثال بسيط ممكن ان انت تعمله في يومك عشان ما تحسش باي ضغط في يومك. اول حاجه لازم تعملها وهي انك تصحى على صلاه الفجر، والوقت اللي بين الفجر لحد الشروق ممكن ان انت تستغله في ان انت تصلي او ان انت تقرا ورد القران او ان انت حتى تقرا اذكار الصباح. من بعد وقت الشروق لحد قبل صلاه الظهر هتبدا انك تذاكر او تشتغل. بعد كده هتنزل تصلي صلاه الظهر وتقرا الورد بتاع القران. من بعد الظهر لحد قبل صلاه العصر ممكن انك تكمل مذاكره او تشتغل، ولو انت عندك كورسات عايز تاخدها ممكن تاخدها. من بعد العصر لحد قبل المغرب هتنام شويه، لما المغرب يأذن هتصلي وهتفطر، وبعد الفطار هتبدا ان انت تقرا الورد بتاع القران. ولازم تركز في رمضان انك تخلي ورد القران بعد كل صلاه عشان تقدر تختم القران. ودلوقتي قدامك هتلاقي عدد الصفحات اللي انت لازم تقراها بعد كل صلاه على حسب انت عايز تختم القران كام مره في رمضان. المهم نكمل. من الوقت اللي بين المغرب والعشاء مش هتعمل فيه اي حاجه، كل اللي انت هتعمله هو ان انت هتفطر وتعمل اي حاجه انت عايزها، بس تبعد عن الحاجات اللي بتضغطك، يعني خد الوقت ده كوقت راحه. لما العشاء يأذن هتنزل تصلي العشاء وهتصلي صلاة التراويح، ولما ترجع بيتك تقرأ ورد القرآن وتنام لحد السحور، وبعد السحور هتقوم تتسحر وتنام تاني عشان تقوم الفجر، وبتكرر الدايرة دي كل يوم. وده روتين بسيط كده، مش لازم ان انت تعمل زيه بالظبط، ممكن ان انت تغير فيه شوية عشان يناسب اسلوب حياتك. اوقات الطاقة في رمضان بتكون في وقت الفجر وبعد صلاة التراويح، وده افضل وقت ممكن تشتغل او تذاكر فيه في رمضان. اما بعد الظهر والعصر دي اوقات بتكون عايزة مهام خفيفة، لانك في الوقت ده بتكون حاسس بكسل وخمول شوية. ونصيحة، لو عندك حاجة محتاجة تركيز عالي زي مثلا ان انت بتذاكر مادة علمية، حاول ان انت تذاكرها بعد الفجر او بعد صلاة التراويح، لانك في الاوقات دي بتكون مركز جدا وتقدر ان انت تستوعب اي معلومة. رمضان مش بس وقت الخروجات والمسلسلات، لا، رمضان هو شهر العبادات. واوقات كتير في ناس بتحس ان العبادات بتاخد وقت كتير من يومها، بس ده غلط جدا. لازم ان انت تهتم بالعبادات ودي تكون اول حاجة بالنسبة لك، سواء في رمضان او حتى غير رمضان. وعشان تبدأ ان انت تدخل العبادة في كل جزء في حياتك، لما انت بتيجي تشتغل او بتعمل حاجة مش محتاجة تركيز عالي، حاول انك تشغل قرآن، وانت في المواصلات او في الاوقات اللي انت مش بتعمل فيها حاجة ابدأ ان انت تسبح ربنا او تذكر ربنا باي ذكر انت عايزه. وبعد كل صلاة اقرأ ورد القرآن اللي لازم ان انت تحافظ عليه، زي ما قلت لك هتلاقي تحت في الديسكريبشن بوكس لينك، واللينك ده هيكون فيه عدد الصفحات اللي انت لازم تقرأها بعد كل صلاة على حسب انت عايز تختم القرآن كام مرة في رمضان. الخمول اكبر عدو الانجاز في رمضان. بعد الفطار في ناس كتير جدا بتكون حاسة ان هي عايزة تنام بسبب الاكل التقيل اللي احنا بناكله على الفطار، وعشان تتجنب الخمول دي بعض النصايح اللي ممكن تساعدك في رمضان. اول حاجة، ما تاكلش كميات كبيرة قوي في الفطار، وكمان حاول ان انت تاكل ببطء عشان تقدر ان انت تهضم الاكل. حاول ان انت تشرب مية كفاية بين الفطار والسحور، ما تجيش قبل الفجر ب5 ثواني وتشرب كولدير ميه، لان ده مش هيساعدك ان انت ما تحسش بالعطش في الصيام. السوشيال ميديا في رمضان بتكون اكبر سبب لضياع الوقت. بنكون فاتحين كده انستجرام او اي تطبيق من تطبيقات السوشيال ميديا عشان نشوف البوستات بتاعه رمضان والحاجات دي، وفي الاخر نلاقي ان احنا قعدنا بال3 وال4 ساعات. اول حاجه لازم ان انت تعملها عشان تتجنب السوشيال ميديا، حاول انك تمسحها تماما في رمضان، ولو انت مش عايز تمسحها ممكن ان انت تحمل تطبيقات اللي بتتحكم في توقيت التطبيقات عندك، وحدد وقت معين تفتح فيه السوشيال ميديا كل يوم، وما تخليش الموضوع مفتوح ان انت تفتحها في اي وقت. ولو عندك اي وقت فراغ حاول ان انت تبعد فيه عن السوشيال ميديا وتستغله في العبادات. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وبس كده، سلام.